الحصائد العظيمة من الذنوب التي يسهر عليها كثير من الناس، وربما كانت سببا لضياع صلاة الفجر. فكم من الناس يسهرون على المسلسلات والأفلام والإنترنت وغير ذلك، فإذا جاء الصبح فاتتهم صلاة الفجر وهم نائمون. ألا فاعلموا يا معشر المسلمين أن العبد لو سهر على تلاوة القرآن وقيام الليل واعتاد ذلك وتضيع بسببه صلاة الفجر أنه آثم، مع أنه يبيت في ذكر الله لأنه حافظ على النافلة وفرط في الفريضة. فكيف إذا كان يسهر على معصية الله ويصبح تاركا للصلاة؟ ألا فكن عاقلا أيها المسلم واتق الله.